ودخلت عليها بالغلط. اعمل ايه؟ ما انا معرفش ان هي جوه. انا كنت مسافر برا بكمل تعليمي، والحمد لله خلصت واخدت شهادة حلوة جدا. والدي رجل اعمال ناجح وغني، سفرني برا بعد وفاة والدتي عشان اكمل تعليمي، وعشت برا اكتر من 6 سنين. المهم كنت حابب ان انا اعملها له مفاجأة، ونزلت من غير ما اقوله، ودخلت ما كانش فيه اي حد في البيت، بس كان البيت وحشني قوي، وحشني كل حاجة فيه. امي طبعا متوفية بقالها فترة، كانت بس وحشاني الأوضة اللي كانت بتنام فيها، كنت عايز أحس بوجودها زي زمان. ودخلت الأوضة ما لقيتش والدي ولا لقيت أي حد. الله، هو رايح فين؟ يمكن في الشغل اتأخر شوية. الأوضة بتاعت والدي كبيرة وفيها حمام. المهم قعدت في الأوضة شوية كده ودخلت الحمام، بفتح بالأكرة لقيت واحدة كانت بتاخد شاور، واتخضيت وهي كمان اتخضت، وقفلت عليها الباب بسرعة، ودماغي قعدت تودي وتجيب. مين دي؟ مين اللي قاعدة في أوضة أبويا وأمي وكمان داخلة تاخد شاور؟ ايه الجراءة دي؟ معقولة اللي في بالي يكون أبويا اتجوز؟ لا لا لا، ده كان بيحب والدتي الله يرحمها، مستحيل. المهم لقيت أبويا جه واتفاجئ بوجودي، قعد يسلم عليا وقعد يبوسني ويقول لي ليه ما قلتش عشان اروح لك المطار. قلت له لا، انا كنت حابب اعملها لك مفاجأة. قلت له بس في حاجة. طبعا وانا لسه بتكلم كانت في الحمام خارجة، وخارجة كمان بالبرنس بتاع الحمام، شكلها مش زينا، شكلها واحدة اجنبية، وكانت بتسلم عليا، ولا في دماغها ان انا شفتها ولا فتحت عليها الحمام، وان بالنسبة لها عادي ان انا غلطت يعني. قال لي دي مراتي. قلت له انت اتجوزت؟ بس انت ليه ما قلتليش؟ قال لي عادي، انا قلت اعملها لك مفاجأة يعني وكده، وما حبيتش ان انا ازعجك، حاجة عادية. بصيت له قلت له لا مش عادية. المهم وهي واقفة قدام البرنس، والدي كده بصلها على اساس يعني تروح تغير ولا تروح في اي حتة، لكن هي كانت جريئة قوي. ما انا قلت لكم هي اجنبية، والنظرة اللي انا شفتها اول ما شفتها بتاخد الشاور مش عايزة تروح من بالي، زي ما تقولوا كده يعني منظرها وهي كده مش عايز يروح من بالي ابدا. المهم قعدنا واتكلمنا وخلاص، وحكيت له عن ظروفي، هو حكى لي عن اللي حصل له وكده وان هو اتجوز، وانا حكيت له عن دراستي واللي عملته، ونزلت فجأة عشان اعملها له مفاجأة، وقعدنا والايام تعدي، وكل يوم والتاني اكتشف حاجة جديدة في مرات ابويا. اولا جريئة جدا في لبسها، في معاملتها معايا، اخدت عليا بطريقة وانا كمان اخدت عليها. هي اصغر من ابويا بشوية، بس هي كانت منفتحة جدا، لدرجة لما كنا بنعمل حفلة في البيت او نروح مثلا نسهر برا، كانت ما عندهاش استعداد، عندها استعداد ترقص مع اي حد، عندها استعداد تعمل اي حاجة. والدي كان بيغير عليها جدا، لدرجة حتى لما كانت بتقعد تهزر معايا كانت بتمد ايديها في الهزار، كان يبصلها، بس هي ولا في دماغها، هي عندهم المواضيع دي عادي. كان بينزل يروح الشغل وهي تخش عليا اوضه النوم على اساس بتصحيني ان اقوم افطر معاها. طبعا بتخش عليا بلبس النوم بتاعها، وانا طبعا مش عايزه اقول لكم من ساعه ما شفتها في الحمام وانا حالي متبدل، يعني مش على بعضي، يعني عايزه اقول لها بعيدي عني، عشان انا بصراحه يعني بشوفك، كل ما بشوفك بالمنظر اللي انا شفتك فيه اول مره، بس هي ولا في دماغها. اخدنا على بعض جدا لدرجة ان كنا بنخرج نسهر مع بعض، ننزل نشتري طلبات. بصراحة حسيت احساس تجاهها حلو قوي، وهي كمان كانت مدياني الفرصة. بس العيب اللي كان فيها ان هي كانت بتشرب، كانت يجي بالليل ابص الاقيها مثلا تعزم عليا، وانا عمري ما بشرب حاجة زي كده، وكانت دماغها دايما تبقى تقيلة ومش دريانة بروحها، لدرجة ان والدي كان في اليوم ده سهران في الشغل، ودخلت عليا اوضه النوم وانا قاعد بتفرج على التلفزيون. طبعا ما اقولكوش كانت منظرها عامل ازاي، واتميلت وعملت عمايلها معايا. وفي اليوم ده انا ما قدرتش امسك نفسي، ما انا قلت لكم انا بتلكك من اول ما شفتها، بصراحة جامدة جدا، وما كانش يعني ينفع ابويا يتجوز واحدة زي دي وفي السن ده، وكمان اجنبية وجريئة. شربت وسكرت، وانا كمان
ما قدرتش اقاوم اللي هي كانت بتعمله، وحصلت ما بيني وما بينها الموضوع ده لدرجة ان هي كانت جريئة في الكلام، بتقولي يا ريتني كنت اتجوزتك انت، اني والدي راجل عجوز. وقالت تبرطم بالكلام ان هي اتجوزته عشان خاطر فلوسه. وفهمت بقى منها ان هي يعني بتحب الحاجات دي قوي، وكمان ان هي عندها استعداد تعمل معايا زي ما انا عايز. معقولة الاجانب يبقوا بالطريقة دي؟ انا بقول يمكن عشان سكرانة. وكل واحد نام، وقمت الصبح قلت اكيد هتنسى كل الكلام اللي هي قالته. لقيتها قاعدة بتفطر قدامي وبتبصلي وتضحك. ولقيتها كمان بعد ما ابويا جه من الشغل ونزل تاني يوم بتقولي انا عندي كلامي واللي احنا عايزينه هيحصل لو انت عايز في اي وقت، انا ما عنديش مشكلة. المهم بدأت يعني احاول ان انا ابعد عنها، ما احاولش ان انا يعني اتقابل معاها في البيت. كنت دايما بخرج بس هي ما كانتش سايباني في حالي. واللي خلاني ان انا اخرج كتير ان يعني ابويا كان دايما بحس انه بدأ يغير وبدأ يتضايق مني، وبدأ يبص لها على اساس لو لابسه قميص نوم ولا جايه بتعدي من قدامي او حاجه بقميص نوم. انا قلت لكم ان هي جريئه وجريئه قوي، وانا بصراحه ما كنتش على بعضي. كان عارفين الميعاد اللي ابويا مثلا ممكن يسهر فيه او بيسافر مشوار شغل، يعني المواعيد بتاعته. وفعلا حصلت ما بيني وما بينها الموضوع ده. اتبسطت معاها جدا وحسيت ان هي سهلة، وقلت كمان احسن ايه يعني ابويا يتجوز واحدة زي دي بعد وفاة امي؟ طب اهو شوف بقى اللي اتجوزها انا بعمل معاها ايه، زي ما تقولوا كده من غيظي ما كانش بيهمني دي مرات ابويا. وبدأنا نعمل الموضوع ده. هي بصراحة كانت بتطلب على طول، وكانت دايما بتخش اوضتي حتى وانا نايم. بعد ما ابويا ينزل كانت بتخش لي. وقعدنا على الحال ده فترة كبيرة، ونسينا نفسنا لدرجة ان نسيت ان دي مرات ابويا ونسيت اي حاجة. لكن لولا الحظ في يوم من الايام ابويا جه على غير العادة واحنا مع بعض. طبعا كانت هي في اوضتي، وما اقولكوش كان الوضع اللي احنا فيه كان عامل ازاي. وبيفتح بالصدفة يعني بيشوفني نايم ولا كده، لكن انا ما كنتش نايم، انا كنت نايم بس بطريقة تانية. وشاف الوضع زي ما تقولوا كده ما قدرش يستحمل الصدمة، وقع من طوله ونقلناه المستشفى. قعد تعبان كام يوم، وهي زي ما تقولوا كده ولا في دماغها. بصراحة انا ندمت اخر ندم. لكن بعد ايه، ابويا توفى في المستشفى، توفى وهو غضبان عليا، وكمان شايفني بالوضع اللي انا كنت فيه معاها. ما كنتش مصدق اللي انا عملته في ابويا. لكن هي ولا في دماغها، كل اللي كان هممها ان هي هتاخد فلوس او كده. ومن ساعتها ولا قادر ابص في وشها ولا طايقها ولا طايق البيت. وكل ما اروح في اي مكان في البيت بيفكرني بابويا واللي كان بيحصل ما بيني وما بينها. والموقف اللي حصل كان صعب جدا عليا. من ساعتها مش قادر اعيش حياتي ولا عارف اعمل ايه. انا حاسس بالذنب، انا فعلا غلطت غلط كبير، لكن والدي هو السبب، هو اللي عمل كده. حطينا جنب بعض وجاب واحدة ما تستاهلش تاخد مكان امي الله يرحمها.